إطار مشاريع تنمية البلديات لسنة 2023 استفادت بلدية شريعة من مشروعين هامين، ويتعلق المشروع الأول بتجديد شبكة الصرف الصحي لحي الربيع أحمد بن علي. عملية الإنجاز التي بلغت 40% منذ انطلاقها أوكلت لمقاولة خاصة بغلاف مالي قدر بأكثر من $1,500,000,000 سنتيم. أين سيستفيد من هذه العملية الهامة التي تدخل ضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن 700 ساكن؟ السيد عمارة فتح الله رئيس قسمة الموارد المائية لدائرة شريعة يتحدث في الموضوع. استفاد بلدية شريعة بمشروع في إطار برنامج تنمية البلديات بعنوان تجديد شبكة الصرف الصحي بحي الربيع أحمد بن علي مع المراقبة بغلاف مالي أكثر من 15,000,000,000 سنتيم. هو برنامج تنمية البلديات سنة 2023 لمقاولة خاصة مدة الإنجاز 3 أشهر. الأشغال في طور الإنجاز حاليا بنسبة تقريبا 40% لتغطية تقريبا أكثر من 700 ساكن استفادوا من هذه العملية. أما المشروع الثاني الذي يدخل ضمن نفس الإطار، استفادت بلدية شريعة من إنجاز شبكة الصرف الصحي بأرض تريكي الشطر الثاني، أين سيستفيد من هذه العملية 800 ساكن بعد أن أكلت أشغال الإنجاز التي بلغت نسبة 100% لمقاولة خاصة بغلاف مالي قدر ب1,800,000,000 سنتيم. وإجراءات التحضير لتسليم المؤقت لهذا المشروع قاب قوسين أو أدنى من ذلك، يقول السيد عمارة فتح الله رئيس قسمة الموارد المائية لدائرة شريعة. مشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي بأرض تريكي الشطر 2 مع المراقبة بغلاف مالي تقريبا 18 مليون دينار جزائري. قولا المكلفة بالإنجاز هي مؤسسة الحفر والأشغال الريفية. مدة الإنجاز هي 3 أشهر. تاريخ انطلاق الأشغال 15/8/2023. الأشغال أنجزت بنسبة 100%، ونحن الآن في طور تحضير للاستلام المؤقت للمشروع. لقناة على اليوتيوب راسلكم أحمد بوقرة، إلى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.